انا مش طالع ادي نصايح ولا اعمل فيها جامد، ولا حتى اقول لك تعمل ايه او ما تعملش ايه. انا طالع اتكلم عن حاجه ناس كتير حاسه بيها بس مش عارفه تشرحها. احساس انك تعبان بس مش مريض، احساس انك مخنوق بس ما عندكش سبب واضح. ولو الاحساس ده عندك خليك معايا للاخر. في ناس كتير دلوقتي صاحيه من النوم تعبانه، مش عايزه تعمل حاجه ولا حتى عايزه تكلم حد، وتقعد مع حالها وتقول لنفسها انا مالي، انا ليه حاسه الاحساس ده، انا كسلان، انا فاشل. وخليني اقول لك حاجه مهمه وبصراحه، انت مش كسلان، واغلب الوقت انت مش فاشل. المشكله ان احنا اتعودنا نكتم، نستحمل، نعدي. ضغط في البيت، ضغط في الشغل، ضغط في الدراسه، ضغط في المقارنات، وكل ده بيتحط جواك واحده واحده لحد ما جسمك يقولك كفايه، فيطلع التعب من غير اي سبب واضح. وده اسمه تراكم مش ضعف. اكتر حاجه بتدمر الواحد مش قله الفلوس ولا حتى قله الفرص، اكتر حاجه بتدمر الواحد انك تحس انك لوحدك ومفيش اي حد فاهمك، انك يكون حوالين منك ناس كتير بس انت من جواك فاضي. وده احساس صعب ومحرج، وعشان كده مفيش ناس كتير بتتكلم فيه. انا مش هقولك كلام تحفيز ولا قوم غير حياتك، انا هقولك حاجه بسيطه جدا بس مؤثره. هات ورقه واكتب، اكتب كل اللي بيدور في عقلك. عايزك تكتب كل اللي مضايقك، حتى لو حاجه تافهه، حتى لو حاجه عيب ما ينفعش تقولها. وعلى فكره الورقه دي مش بتحكم عليك، الورقه دي بتفضي دماغك. وتاني حاجه قلل المقارنه. وانا مش بقولك اقفل السوشيال ميديا، بس بقولك قلل، عشان اللي انت شايفه مش حياه الناس، دي افضل لقطه في حياتهم. وانت مش متاخر، انت بس في توقيت مختلف. لو حاسس انك تايه ده مش معناه ابدا انك ضايع، ولو حاسس انك تعبان ده مش معناه انك ضعيف ابدا، ده معناه انك انسان وشايل فوق طاقتك. واحب اقولك حاجه، انت مش لوحدك. انا مش بوعدك ان اغير حياتك، بس بوعدك ان هتكلم عن كل حاجه بصدق، عن الحاجات اللي محدش بيحب يتكلم عنها. ولو الكلام ده لمس حاجه جواك كمل معايا، احنا هنفهم نفسنا واحده واحده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ولو عجبتك يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات. وسلام.